ورينا ان هي ملاعب فيها تطور وفيها نجاح وفيها ابتكارات. دلوقتي بقينا كلنا شاهدين ومقتنعين ان المغرب كل يوم بتورينا نجاحات وكل يوم بتورينا ابداعاتها، ولكن عشان نحس بنجاح المغرب لازما ولابد نبطل نهاجم فيها، نبطل نضلل فيها، نبطل نيجي عليها. عايزة افهمك ان اللي انت بتعمله ده شيء من الاشياء اللي صعب ان الواحد يسكت عليه، صعب ان الواحد يسكت عنها. ولكن عشان تبقى فاهم ومقتنع ان انت اما تيجي تبص تبقى انت عارف ان المغرب بلد متطورة، المغرب بلد ناجحة، المغرب بلد وقورة، المغرب بلد من البلاد ان صعب جدا 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 تساوي نفسك بيها. صعب جدا 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 تحس ان في ناس بتضللك، صعب. ولكن عايزة اعرفك ان اللي بيحدث شيء من الاشياء اللي تخليك كده تهتز. ايوه تهتز. خلينا كلنا عارفين ومقتنعين ان المواضيع دي بقت مواضيع فيها اصرار وفيها تحدي وفيها كل حاجة. يعني عليك ان تتخيل ان المواضيع دي كل يوم بقى فيها تطور، كل يوم بقى فيها نجاح، كل يوم بقى فيها انجازات، كل يوم بقينا نسمع نجاح المغرب مضايق ناس، معصب ناس، مخلي ناس من كده، مخلي ناس متغاظة. انا بصراحة يعني المواضيع دي بقت بالنسبة لي مواضيع تخليك تحس ان ازاي يحدث ذلك، ازاي. فيعني انا شايفة من وحي خيالي اني نبطل شوية نحارب في ناس. بصراحة احنا مش عارفين احنا بنحاربهم ليه. بصراحة انا من الناس اللي مش عارفة احنا بنحارب المغرب ليه، مش عارفة احنا بنيجي على المغرب ليه، مش عارفة احنا على طول هنفضل نظلم المغرب، احنا على طول هنفضل نيجي على المغرب، احنا على طول هنفضل نحارب ونقسي على المغرب. بصراحة شيء من الاشياء اللي تخليك مش عارف تتكلم، مش عارف تقول، مش عارف تعمل اي حاجة. فانا بقول من وحي خيالي يعني ان كفاية كده لحد كده، وكفاية كل اللي احنا بنسمعه ده، لان الكلام ده كله ولا ليه اي اساس من الصحة. الصح بدون مبالغة انك تبطل تحارب في بلد وقفت جنبك، في بلد كانت بتدعمك، في بلد كانت على طول شايفة ان انت الافضل. فانا بقول من وحي خيالي ان المواضيع دي ما ينفعش ان احنا نسكت عنها، وما ينفعش نفضل نتكلم بالباطل، وما ينفعش نفضل نحسس كل اللي حوالينا ان المواضيع دي مش عارفة والله. بس دلوقتي حابة اعيد عليكم كل عيد وانتم طيبين. رمضان خلص بسرعة، رمضان انتهى بسرعة. طبعا شفنا المائدات الرحمن اللي كانت في رمضان، شفنا مشايخ، شفنا صلوات تراويح،
شفنا حاجات جميلة يعجز عنها الأبدان الصراحة يعني. فخلينا كلنا لما نيجي نتكلم عن المغرب نبقى عارفين ان المغرب دي بتعمل ابداعات وتطورات ونجاحات. فكلنا بقينا شايفين نجاحات المغرب، كلنا بقينا لامسينها بايدينا. فالصراحة انا شايفة ان المغرب بلد جميلة جدا 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 جدا، بلد كلها ابداعات، بلد كلها تطورات، بلد كلها نجاحات كمان. فيعني احنا لو رحنا او جينا مش هنلاقي بلد زي دي في جمالها، في تطوراتها، في نجاحاتها. بصراحة بلد رائعة واكتر من رائعة.